الحلقة الرابعة من دروب المرجلة، الجزء الثالث. تدخل مرحلة أخطر من أي وقت مضى. صدمة اختفاء فزاع من غرفة العمليات تشعل المستشفى بالكامل. شاهين يتحرك بلا تأدد، يبلغ الضابط المسؤول، وتعلن حالة طوارئ داخل المبنى. الأبواب تغلق، الحراسة تتضاعف، والتفتيش يبدأ غرفة غرفة. لكن المفاجأة أن فزاع لم يخرج كما كان يخطط. هو ما زال في الداخل، محاصر، يبحث عن فرصة أخيرة للنجاة. وهنا يبدأ التوتر الحقيقي. هل يتم القبض عليه، أم أن لديه خطوة أخيرة تقلب الطاولة؟ على خط آخر تعيش زهرة أقسى لحظاتها. وصولها إلى المدينة لم يكن كما توقعت. تصطدم بالحقيقة المؤلمة. أخوها مدمن مخدرات، غارق في طريق مظلم. الندم يسيطر عليها، وتشعر أن قرارها بالمجيء كشف لها واقعاً كانت تهرب منه. لكن الخطر لا يقف هنا. قطاع الطرق ينفذون عملية جريئة، يقطعون طريق أمن الدولة، ويستولون على القاطرة في تحرك صادم يكشف حجم جرأتهم ونفوذهم. هذه ليست مجرد سرقة، بل بداية مشروع أخطر. يبدأ التخطيط لبناء مصنع للمخدرات بالقرب من قبيلة الفوازع. الخبر ينتشر سريعاً ويشعل غضب القبيلة. هذا تهديد مباشر لأرضهم وسمعتهم. تتحرك الفوازع بكل قوتها للبحث عن موقع المصنع، وفي الوقت نفسه تكثف جهود الدولة للوصول إليه وإيقافه قبل أن يبدأ الإنتاج. لكن رغم كل التحركات يبقى المصنع مجهول الموقع. لا أثر واضح، لا دليل يقود إليه، وكأن هناك شبكة محكمة تحميه في الظل. الحلقة الرابعة تضع الجميع في مواجهة مفتوحة. فزاع بين الحصار والهروب، زهرة بين الندم والحقيقة، وقبيلة الفوازع أمام تحد يمس كرامتها. القادم لن يكون سهلا، بل صراعا مباشرا قد يغير موازين القوة بالكامل.